الجمهور السعودي يشجع العراق ضد منتخب بلاده. لما ينقلب عليك الجمهور ويشجع منتخب الخصم في مباراة تقام على أرضك، رح ينتابك شعور أليم، ورح ترضخ لتلك الحقيقة وتعترف إنك وبقية أعضاء الفريق ما كنتوا في يومكم وما قدمتوا عشر المستوى المطلوب والمأمول منكم. بيروي نجم المنتخب السعودي ونادي الأهلي محمد عبد الجواد تفاصيل غضب جماهير الأخضر منهم وتشجيع منتخب العراق في المواجهة اللي أقيمت على استاد الملك فهد ضمن منافسات دورة الخليج التاسعة واللي تتوج أسود الرافدين بلقبها. فبيقول عبد الجواد: جماهير السعودية عاطفية بطبعها إلى حد كبير، كما أنها ذواقة وعاشقة لكرة القدم، عشان هيك آثرت تشجيع منتخب العراق لسببين. السبب الأول تعبيرا عن سخطها وغضبها من نتائج منتخبنا في هذيك البطولة، والثاني أنه لاعبي العراق هم من أجبروا جماهير الأخضر السعودي على الوقوف جنبهم ومساندتهم في كل مباراة حتى لو كان الخصم المنتخب السعودي. وكان هذا نظرا للكرة الجميلة والأداء الراقي اللي قدمه المنتخب العراقي في تلك البطولة، خصوصا لاعب خط الوسط وقائد الأوركسترا الراحل ناطق هاشم اللي كسب هو وزملائه حب واحترام الجميع. وبيعلق نجم منتخب العراق باسل كوركيس، واللي هو بالمناسبة صاحب الهدف الثاني في تلك المباراة، فبيعلق على هاي الأحداث قائلا: المباراة كانت حاسمة لكلا المنتخبين، والأمر اللي رجح كفتنا هو القراءة التكتيكية العالية من الراحل عمو بابا، حيث شل حركة المنتخب السعودي بالمراقبة اللصيقة على مفاتيح لعبهم، وهذا الاشي منحني حرية كبيرة في مساعدة خط الوسط واختراق المناطق السعودية من العمق. وبضيف كوركيس إنه فزنا في هاي المباراة بنتيجة 2-0 وحسمنا ثالث ألقابنا الخليجية، والهدف الثاني اللي سجلناه بيعبر عن القيمة الفنية اللي وصل إلها المنتخب العراقي في تلك الفترة، طبعا بفضل وجود لاعبين على مستوى عالي وجهاز فني خبير بيعرف كيف يتعامل مع المباريات الصعبة والحاسمة، وبيعرف كيف يتصرف دون إنه يتأثر بجماهير الخصم واللعب على ملعبهم. وبيحكي انه الهدف اجى عن طريق اختراق العمق السعودي عن طريق 1-2 بينه وبين احمد راضي، انفرد على اثره بالحارس السعودي واضاف الهدف الثاني. وبالمناسبة كان الهدف الاول عن طريق المهاجم الراحل احمد راضي في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 13. وبيحكي كوركيس انه بعد ما سجلت الهدف شعرت وكأني في ملعب الشعب ببغداد، فالجمهور السعودي بصفق وبهلل وبحيينا مع كل هجمة منقوم فيها، مقابل إصدار هتافات مضادة للمنتخب السعودي. ومن أهم الأمور اللي حصلت في هاي المباراة كان تألق لاعب المنتخب السعودي أحمد جميل، كان يعيق المهاجم الراحل أحمد راضي بشكل كبير، ولو ما كان أحمد جميل في يومه كان تمكن أحمد راضي من تسجيل أكثر من هدف في المنتخب السعودي، ولكن كان أحمد جميل لأحمد راضي في المرصاد. كانت هاي الأحداث في 16 مارس عام 1988 في الدورة التاسعة من منافسات دورة الخليج. وبهاي الجزئية بتنتهي قصة اليوم، وانتظروني في قصة جديدة من الروايات اللي حصلت في كرة القدم ولكن ما نقلها إلنا الإعلام. بوعدكم في روايات جديدة وقصص مثيرة حصلت في كرة القدم من كتاب مباريات غير منقولة للمبدع غازي شريف ومن إصدار بلاتينيوم بوك. بتمنى انه الحلقة تكون نالت اعجابكم. كان معكم نضال العسل. لا تنسى الاعجاب بالحلقة والاشتراك بالقناة. منشوفكم بالحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.